أحسن الله إليك. يقول هذا: سمعت رجلا يقول: المدد يا رسول الله، وأنا لم أفهم هذه الجملة، ما المراد بها؟ المدد يا رسول الله معناها أي أطلب منك يا رسول الله أن تمدني، وتمدني تتناول كل ما قام في قلب هذا الطالب من معنى، فقد يكون طالبا هداية، قد يكون طالبا جنة، قد يكون طالبا نجاة من النار، قد يكون طالبا فرج هم، قد يكون طالبا تفريج كرب، صلاح حال، إلى غير ذلك. ونبينا عليه الصلاة والسلام بعثه الله ليعلمنا طلب المدد من الله، بعثه الله ليعلمنا طلب المدد من الله. وكان هو صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وجميع شؤونه لا يطلب مدده وعونه إلا من الله، وهو عبد لا يطلب منه المدد، عبد صلوات الله وسلامه عليه لا يعبد، المدد يطلب من الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، المدد من الله، المدد والعون والتوفيق والسداد من الله تبارك وتعالى، فهو الذي يمد من شاء بتوفيقه بتسديده بعونه، يتفضل جل وعلا على من شاء، فالمدد يطلب من الله عز وجل. فقول القائل مدد يا رسول الله، أو مدد يا فلان، أو أدركني يا فلان، أو الحقني يا فلان، أو نحو ذلكم من السؤالات والطلبات، كل ذلكم من اتخاذ الأنداد مع الله والشركاء، وهذا الذي بعث نبينا عليه الصلاة والسلام والنبيون من بعده بأبطاله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو صلوات الله وسلامه عليه أمضى حياته يدعو الله ويسأل الله ويستغيث بالله ويطلب المدد والعون من الله، ويعلم الناس ذلك، يعلمهم دعاء الله وسؤال الله والطلب من الله تبارك وتعالى، ويحذرهم من اتخاذ الأنداد والشركاء. وإذا أعطي